البيض تاعنا نحكم بجميع طابق. عطاهم الدم. حقا نظن باللي اصعب مقابله اللي كنا نتلاقاو هي قد يعني في خنشده. السبب يعود ان الفريق يعني الاكابر الفريق الاول ما لعبش لي دو ماتش اوتوماتيكمون لو ريتم تاع لا كومبيتيسيون ما عندناش. التخوف اللي كان عندنا ان اللاعبين لقاو يعني صعوبه في ايجاد ريتم المقابلات الرسميه، ولكن الحمد لله يعني تمنا يعني المتعادلين اللي عملنا ضد فريق باتنا وفريق مولوديه قسنطينه. لهذا احنا كما نقول لك حفزنا اللاعبين ولعبنا زي سورتو سو لو كوتي بسيكولوجيك تاع اللاعبين، وين حفزناهم بطريقه انهم ما لازمش كما يقول لك يحطوها كما يقول لك نربحوا المقابله من الديبي. احنا خممنا باللي المقابله تتبع حتى في 90 دقيقه يعني في الاخر الدقائق تاع المقابله. لهذا نظن باللاعبين يعطوا مش ما عندهم. زيد على ذاك المخاوف اللي كانت عندنا هي ان اللاعبين يعني ما لقاوش كما يقول لك لي اوتوماتيزم تاعهم. ما يخفاكش باللي هذا من اللاعبين اخر يعني مقابله وديه جريناها في العاصمه في الطابوس الاخير. لهذا كانت هذه المخاوف، ولكن الحمد لله عوضناها يعني بالاراده وبذلك الحب للفوز. لهذا نظن باللي هذه الثلاث نقاط يعني ثمينه جدا ونحطينا على الرصيد. والحمد لله يعني نظن باللي احنا في الديبي تاع لا سيزون قلنا باللي الهدف تاعنا راح نكون فريق تنافسي، والحمد لله راكم شفتوها في الميدان. لا ما نقولكش باللي مقابله يعني في المستوى العالي، ولكن من ناحيه كما نقول لك بذل المجهود اللاعبين يعني بذلوا ما في وسعهم وحققوا النتيجه ايجابيه، وان شاء الله كما نقول لك حنتمنوا هذه النتائج يعني في المقابلات الجايه ان شاء الله. اظن انه خيبه امل كبيره اليوم، خاصه بعد نقولوا التعثر الثاني على التوالي بعد التعثر اللي كان الاسبوع الماضي بمدينه خنشله. الى غايه الدقيقه 70 نظن انه الفريق تاعنا كان في افضل حال،
كنا متحكمين تقدر تقول في المباراة، وين يعني الخصم صحيح انه خلق فرصة او اثنين، ولكن كنا قريبين من التسجيل في اكثر في لحظتين او ثلاثة. اظن هذه كرة قدم، لما تخطئ يعني يقدر يتسجل عليك، وهذه هي تفاصيل صغيرة. كنا نتوقع أن المباراة تكون صعبة، خاصة أنه تقارب في المستوى بين فريقين. أظن أنه تفاصيل صغيرة هي اللي صنعت الفارق. أظن فيه جدل كبير على التحكيم، نفضل أني ما نتكلمش عليه، راح نعاود ونرجع عليه إن شاء الله لما نعاود نشوف المباراة إن شاء الله. إذا أخطأ خليوه بينه وبين ضميره، واذا ما اخطاش راه ان شاء الله ما يكونش ده حق حتى فريق. ولو انه انا يعني وش شفت، اظن انه قرار ربما كان اثر كثير على مجرى المباراه، خاصه انه بقات تقريبا 20 دقيقه على نهايه المباراه. اظن انه اللاعبين يعني ما قصروش، مشكورين على الاداء اللي قدموه. وان شاء الله نحاولوا الان باش نتدارك في المباراه المقبله ان شاء الله امام يعني ديربي راح يكون امام اتحاد الشاويه. اظن انه ان شاء الله راح ان شاء الله الان يجب التفكير في المقابله القادمه ان شاء الله باش نحضر نفوسنا للمباراه اتحاد الشاويه. الحمد لله. الحاجه الاولى ليسونسيال هي 3 بوان، ميم الماتش يكون صعيب ولا سهل، حنا ليسونسيال كنا واجدين في كاع لي كوتي، والحمد لله. ما يخفالكش وين بريمير ميطون وين كنا في تعادل وطاع لينا عليا بزاف باسكو عندنا قريب عام حنا في لا كومبيتيسيون مازال ما بديناهاش، سي لا بريمير ماتش. الحمد لله يا ربي وين شدينا الريتم مليح، ما تقلقناش بزاف حتى وين جا البيت ان شاء الله بريمير بيت. ومن بعد شدينا الريتم غير بالعقل جيرينا لي ماتش، جيرينا الماتش الحمد لله. ليسونسيال 3 بوان ان شاء الله الحمد لله. يعني انا عقبت دي جور يعني في الجزائر وكنت نجري من كل الطرقات. الحمد لله على اللي عطاونا مونطون بعد قال لك لا زيدون نوتر مونطون 50%. يعني جرينا، نشكر سيد الوالي اللي عاوننا، نشكر كذلك يعني بعد من الناس اللي كل ضافرت يعني سواء الشركه سواء الهاوي. الحمد لله احنا الهدف تاعنا الاول كان الانطلاقه، وكون اليوم ما جبناش يعني الاجازات كانت تكون كارثه في اتحاد عنابه، وين شفنا حمو ما يلعبش، شفنا كذلك يعني تومي ما يلعبش، كانت راح تكون كارثه مع يعني فريق تاع خنشله بكل احترام ليهم، راهو فريق كذلك ما يلعب كره. انا على بالي باللي اللاعبين تاعهم سنين حتى هما من القسم الوطني الاول وشفناهم لعبوا كره يعني نشكروهم. والولاد تاعنا كانوا يعني ما شاء الله. احنا هذه هي كانت نجيبوا الاجازات ننطلقوا انطلاقه، خاصه ما يخفيكمش ان اليوم نلعبوا هنا مع خنشله في مقابله صعبه، زدنا نروحوا للتجنان، زدنا العلمه. انا معول بربي ان شاء الله هذوم لي 9 بوان نحطوهم ان شاء الله عندنا باه نبداو نلحقوا ان شاء الله نلحقوا 4 4 بوان. بعد مازال 19 مقابله ما الحمد لله ما مشربينا بزاف الشاويه، ونبداو احنا ان شاء الله نهربوا في لي بوان من درك في البين. لكن تاع العام الجاي مازال تلحق ديون اخرى، ولكن احنا راح نديروا كل بوسعنا باه نصفيو هذه الديون، وخاصه سيد الوالي بالريمي يعني نشكروه كثير يعني ونواقف معنا وراح نقعد معاه. حيا كي يجيب على كل حال حتى الشركات كي يشوفوا عنابه فرحانه ويشوفوا يعني ايكيب مليحه ويشوفوا اللاعبين ما شاء الله، حتى هما ان شاء الله راح تكون معاونات ويكونوا دي سبونسور، وان شاء الله لما لا الصعود. ونشكر كل الانصار ونقول لهم يد واحده رجعوا عنابه ان شاء الله لمكانتها.